بقولك ايه، عايزة اقولك على حاجة مفرحاني جدا. هو اعترف لي خلاص. قالك بحبك؟ اه، قال لي بحبك. ممكن أسألك سؤال؟ هو بيهتم بتفاصيلك؟ عارف بتحبي ايه وبتكرهي ايه؟ بتلاقي حضنه مفتوح وقت ما بتكوني محتاجاه؟ بيعرف يخرجك من الاكتئاب اللي انت فيه؟ بيعرف متضايقة امتى وزهقانة امتى وفرحانة امتى؟ عارف مين أقرب حد ليكي؟ بيعرف مالك من غير ما تتكلمي؟ بتعرفي تعيطي قدامه؟ عارف مين أقرب حد ليكي؟ بيعرف مالك من غير ما تتكلمي؟ تحسي معاه بالأمان؟ بتبقي معاه على طبيعتك؟ عارف بتحبي تخرجي فين وتشربي ايه وبتاكلي ايه؟ بيكلمك يطمن عليكي وقت شغله؟ بيكلمك بالليل بالساعات؟ بيعمل معاكي حاجة واحدة بس من دول؟ سكتي يعني؟ كلامك مخليني مش عارفة انطق. عارفة ايه الفرق بيني وما بينه؟ اني عملت معاكي كل ده وكنت بفضلك عن نفسي، بس ما قلتلكيش بحبك غير مرة واحدة، وهو ما عملش معاكي ولا حاجة من دول، بس قالك بحبك بتاع 100 مرة. مصطفى انت بتقول ايه؟ هو قالك بحبك اكتر من مرة. بس ايه اللي يثبت ده؟ كلمة بحبك دي بتتقال بعد كل اللي سألتك عليه ده ما يحصل. كلمة بحبك دي هي قسيمة كتب الكتاب بالنسبة لي. لما اقولها لك ابقى قدها وابقى راجل معاكي. قبل ما اقولك كلمة بحبك دي عملت حاجات قبلها تثبت اني بعشقك مش بحبك. بس انتي للأسف بصيتي للكلام اللي طالع من اللسان وما حسيتيش باللي طالع من القلب. الفرق ما بيني وما بينه ان عملت معاك اللي يثبت الحب ده، بس هو قالك بحبك وما اثبتش ده.